في فيديو النهاردة هنتعرف على الهرم الغذائي الجديد وليه المفهوم ده اتغير عن زمان، وإزاي تقدر تطبقه في حياتك اليومية علشان تحس بصحة أفضل، طاقة أعلى وجسم متوازن من غير حرمان ولا تعقيد. الهرم الغذائي الجديد مش دايت مؤقت، ده أسلوب حياة مبني على العلم وجودة الأكل مش كميته بس. شفائيات. القاعدة الأولى: الحركة أساس الهرم الغذائي الجديد. في الهرم القديم كان التركيز كله على الأكل، لكن الهرم الغذائي الجديد بيحط الحركة في الأساس. جسم الإنسان مصمم للحركة، وبدونها بيبدأ يحصل خلل في التمثيل الغذائي وبيزيد تخزين الدهون حتى لو الأكل قليل. الحركة اليومية بتنظم هرمونات الجسم وبتحسن حساسية الإنسولين وبتقلل مقاومة الجسم لحرق الدهون. مش لازم تتمرن جيم، المشي، السلالم أو أي نشاط بسيط بيساعد جسمك يستخدم الأكل كطاقة بدل ما يتحول لدهون. الحركة كمان بتحافظ على العضلات والعظام وبتقلل مخاطر الأمراض المزمنة. القاعدة الثانية: الخضروات والفواكه هي حجر الأساس في التغذية. الهرم الغذائي الجديد بيشجع إن الخضار والفواكه يكونوا الجزء الأكبر من أكلك اليومي، لأنهم أغنى مصادر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. الألياف الموجودة في الخضار والفواكه بتحسن الهضم وتقلل الإمساك وتغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، وده ليه تأثير مباشر على المناعة والمزاج. كمان الألياف بتقلل ارتفاع السكر المفاجئ بعد الأكل، وده بيساعد على ثبات الطاقة وتقليل الشهية. التنوع مهم جداً، لأن كل لون بيدي الجسم مركبات مختلفة مفيدة للصحة. القاعدة الثالثة: الكربوهيدرات الذكية بدل المكررة. الهرم الغذائي الجديد صحح مفهوم الكربوهيدرات. المشكلة مش في الكربوهيدرات نفسها، المشكلة في النوع. الحبوب الكاملة زي الشوفان، الأرز البني والخبز المصنوع من حبوب كاملة بتدي طاقة ثابتة وتخليك شبعان فترة أطول، وبتقلل تقلبات السكر في الدم. على العكس، الكربوهيدرات المكررة زي الدقيق الأبيض والسكريات بتسبب ارتفاع سريع في السكر يعقبه هبوط، وده بيسبب جوع وتعب وكسل. اختيار الكربوهيدرات الصح بيساعد على التحكم في الوزن وتحسين الأداء البدني والذهني. القاعدة الرابعة: تنويع البروتين والدهون الصحية لدعم الجسم بالكامل. الهرم الغذائي الجديد بيشجع على تنويع مصادر البروتين بدل الاعتماد على نوع واحد. البروتين مهم لبناء العضلات، دعم المناعة وصيانة الأنسجة. مصادر زي السمك، البيض، الفراخ، البقوليات ومنتجات الألبان بتوفر بروتين عالي الجودة. أما الدهون فبقى معترف بدورها الحيوي في إنتاج الهرمونات، امتصاص الفيتامينات وصحة المخ والقلب. الدهون الصحية زي زيت الزيتون والمكسرات مطلوبة، لكن باعتدال. الاستغناء التام عن الدهون بيؤثر سلباً على الصحة والطاقة. القاعدة الخامسة: تقليل السكريات والأطعمة المصنعة وشرب الماء بانتظام. في قمة الهرم الغذائي الجديد موجودة السكريات، الحلويات والمشروبات الغازية، وده معناه إنها أقل حاجة تتاكل مش أكتر حاجة. الإفراط فيها مرتبط بالسمنة، أمراض القلب ومقاومة الإنسولين. الهرم الجديد ما بيمنعش، لكنه بيشجع على الوعي. كمان شرب الماء عنصر أساسي، لأن الماء بيدخل في كل عمليات الجسم، من الهضم لنقل العناصر الغذائية لتنظيم درجة الحرارة. الجفاف حتى البسيط ممكن يسبب صداع، تعب وضعف تركيز. الخلاصة النهائية: الهرم الغذائي الجديد مش نظام معقد ولا دايت حرمان، هو 5 قواعد بسيطة لو طبقتها باستمرار هتلاحظ فرق حقيقي في صحتك وطاقتك وشكل جسمك. حركة يومية، خضار وفاكهة، كربوهيدرات ذكية، بروتين ودهون صحية، وتقليل السكر مع شرب ماء كفاية. التغيير الحقيقي مش في يوم ولا أسبوع، التغيير في الاستمرارية. ولو حابب تعرف إزاي تحول الهرم الغذائي الجديد لوجبات عملية في يومك، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.